السلام عليكم اخوانا اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو رائع للسياسي الجزائري والمترشح السابق لرئاسيه راشد نكاز، اللي غادي يكون في زياره للمعرض الدولي للفلاحه اللي كاين في باريس، اللي غادي يعرف مشاركه قويه ومتميزه للمغرب بالمنتجات ديالو في اطار الغياب تام للمنتجات الجزائريه. حتى لمساحه الجزائر غير موجوده في هذا المعرض. هذا المعرض عرف مشاركات اكثر من 50 دوله، كاينين كاع الجيران، كاينه تونس، كاينه ليبيا، كاينه مصر، كاينه موريتانيا اللي عاد قالوا بسم الله في الفلاحه حتى هما موجودين بالمنتوجات ديالهم، الا الجزائر غير موجوده. غادي تشوفوا اخواننا اخواتي الحرقه اللي كيهضر بها، اللي كيتكلم بها على بلادو، كيقارن المغرب، تيقول لك علاش المغرب عندهم هذه وهذه وحنا ما عندناش. قال لهم المغرب راه ماشي غير حاضر، قال لك المغرب حاضر وموجود بقوه، وكيعرف الستوند ديالو او المساحه ديالو اللي كاينه في المعرض اقبال كثير من الزوار. اخواني اخواتي ما غاديش تحرق لكم متعه الفيديو، غادي نشوفوا هذا الشيء جميع. اللي مازال ما اشتركش يشترك اخواني اخواتي، دير لنا لايك ما خسرتي والو. يلا نشوفوا الفيديو ورجعوا في التعليق من بعد. أنا جاي يا أخي، أنا جاي. Regardez-moi là. Regardez, ils m'ont invité à prendre un thé. Vous avez vu un peu. Regardez-moi là. واش نقول لكم؟ ما عندي ما نقول لكم، على بالكم. Voilà, bravo. Après, on va voir le Maroc. Hein. Regardez le Maroc. Puissance du Maroc. 1, 2, 3. شوفوا la présentation. شوف. Regardez-moi là, regardez-moi ça. شوفوا لا تاي. تعرف لها انت يا. ياه تجربة. هيا بسم الله. صورها. هي الله يسلمك. مومو انا. مشرفين. تعرف مومو ولا ما تعرفوش؟ شوف هيا مومو. صحة مومو. هيا بسم الله. هكا بغينا نديرو تمر ولا تاي. بسم الله. الله يسلمك. Eh ben dis donc, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. مين اخي العزيز؟ المغرب؟ باينه تعرف قلت لك وجدي راك جزائري انت كيف يعرف لها. عياطي يعرف لها. Vous avez compris la puissance marocaine? Regardez la puissance marocaine, le trésor de la cuisine marocaine. Regardez-moi ça. السلام عليكم. والله يعطيك الصحة. يا رجال ندير البوبليسيتي دابا، ندير البوبليسيتي فلسطين، المغرب، تونس، كاع. اوكي راني جاي لك الله يحفظك. Alors voilà, on commence. Allez, le Maroc. Regardez le Maroc. Alors, le Maroc 1, le Maroc 2, le Maroc 3. Regardez, et je continue, allez, je fais la liste. Allez, bismillah. شوفوا بعينيكم. Hein. Kingdom of Taste, le royaume du goût. Regardez le Maroc, les produits marocains. Vous avez vu la différence ou pas? Est-ce que vous voyez la différence? Et je continue, mazal. Allez, نزيدوا المغرب, نزيدوا. Des deux côtés, على بالكم, des deux côtés. Des deux côtés. Tout ça c'est le Maroc, tout ça c'est le Maroc. على بالكم والله تمرضوا اليوم. Regardez la puissance d'une économie agroalimentaire. Vous avez vu? Regardez, il y a tous les produits. Ça c'est le Maroc, اليوم على بالكم ما ترقدوش مليح. اذا كما شو اخواني اخواتي، كما تيقول المثل، وشهد شاهد من اهلها، هذا جزائري ماشي مغربي وشهد شهاده الحق وقال شنو كاين. المغرب حاضر بقوه في كل سنه كيشارك في هذا المعرض الدولي، بالاضافه لاعاده معارض دولي في العالم كامل بالمنتجات ديالو، بالتقاليد ديالو، بكل شيء اللي حنا كنشاركوا بالخصوصيه ديالنا. ما تنقولوا الاخرين لا خديتوا لينا ولا شفرتوا لينا من والو. حنا عندنا خصوصيه اللي ما عاد حتى شي بال في العالم. حنا زيت الاركان ديالنا، اتاي الطقوس ديال الشيء، اعداد الشيء والتقاليد ديالنا، القفطان ديالنا، الصابون البلدي ديالنا، كنشاركوا بالمنتوجات. حنا كنعرفوا العالم ديالنا شكون المغرب، كنشاركوا بالهويه ديالنا، كنعرفوا الهويه ديالنا العالم. لذلك العالم كيعرف شنو هو المغرب. نتوما باش غتشاركوا ما عندكم والو باش تشاركوا لهم. التمر مثلا، التمر المغرب راه عنده تمر المجهول، افخر واغلى انواع التمور في العالم. هو هذا قال لكم، هذا ولد بلادكم، قال لكم نتوما غير موجودين، قال لهم نتوما كتبعوا في المغرب باطل. قال لهم المغرب، قال لك المروك فحال هكا، قال لك المروك خدام على روحو وانتوما لاهيين به. هو راه هادشي اللي وقع لكم، غتبقاو ديما فحال هكا مادام انكم متابعينا. ربي عاطينا. اخواني اخواتي، غادي نشوفوا هذا المقال اللي مهم بزاف من مجله فرونس 24 كيفاش كتكلم على المشاركه القويه ديال المغرب، اللي كان المساحه ديال المغرب هي اجمل واحسن مساحه في المعرض كامل، وعرفت توافد زوار بزاف. المعرض على مدى الايام ديالو زار مساحه المغرب اكثر من 35 الف زائر.
يعني تكلاسا هو الاول متفوق على فرنسا صاحبه المعرض، على عده دول فلاحيه مثل الهند والصين تفوق عليهم كاملين. وهادشي اللي غادي نشوفوه اخواني اخواتي في هذا المقال هذا اللي هو مهم. قال لك يبصم المغرب على مشاركه متميزه في النسخه 60 من معرض الاغذيه الدولي سيال، الذي يفتتح ابوابه يوم السبت في فيلينبات بشمال باريس. ويشارك المغرب في هذا الحدث الذي يعد واحدا من اكبر الفعاليات العالميه. يعني هذا المعرض الفلاحي اللي كاين في فرنسا كتعتبر من بين احسن المعارض الفلاحيه اللي كاينه في العالم، من بعد ديال الميريكان على ما اعتقد، وواحد كاين واقيلا في المانيا. هذا كتعتبر من اهم المعارض الفلاحيه في العالم. وقال لك في قطاع الصناعه الغذائيه بوفد يضم اكثر من 80 شركه مصدره، اللهم زد وبارك، 80 شركه مصدره اللي شاركت في المعرض، شركه مغربيه طبيعه الحال. قال لك بهدف تسليط الضوء على تنوع المنتجات المغربيه في مجال الصناعه الغذائيه والصيد البحري. وفي خروج اعلامي قامت السفيره جلاله الملك في باريس سميرة ستايل بزياره الى الجناح المغربي الذي شهد اقبالا واسعا، حيث زار المعرض مساحة المغرب في هذا المعرض أكثر من 35,000 زائر. 35,000 زائر تكلاسا في هذا المعرض أكثر زيارة من كاع الدول اللي شاركوا فيه. وأضاف هذه المشاركة تتيح لنا الفرصة على لسان السفيرة المغرب بطبيعة الحال مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية القابلة للتصدير من مختلف جهات المملكة، مشير إلى أن منتج المغرب صنع في المغرب، هذه ماركة مسجلة تلقى اهتماما كبيرا من المستهلكين والموردين الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين. ويمتد النجاح المغربي على مساحة تبلغ 1100 متر. كما قلت لكم أكبر مساحة اللي كانت في المعرض كانت على 1100 متر. يعني كان واحد الاقبال ما تصوروش من كاع الزوار اللي جاوا في هذا المعرض هذا. مثل متوزع على قاعتين في فضاء المعرض، ما يمنح المغرب فرصه لترويج منتجاته المحليه واقامه شركات جديده مع المستوردين الدوليين، لدرجه انه اخواني اخواتي حتى المشاركين من دوله تركيا واسبانيا جوارين اللي الفوق جاو كيتصوروا في المعرض المغربي. يعني ما تصوروش اقبال لا مثيل له. قال لك وتتضمن المعروضات الغذائيه المغربيه مجموعه متنوعه من المنتجات الغذائيه المحليه، بما في ذلك زيت الزيتون والعجائن، الشاي، الكسكس، السمك المعلب، زيت الارغان، الحلويات المغربيه الشباكيه وكعب غسل انتم عارفين، تحت الشعار اون ذا تشينج. تتواصل فعاليه معرض السيار 2024 حتى 23 اكتوبر الحالي، سال غير اول البارح تقريبا، بمشاركه 7500 عارض من 130 دوله. اعتذر قلت لكم قبيله 70 دوله، هذه 130 دوله. ومن المتوقع ان يجذب الحدث اكثر من 285 الف زائر بحسب المنظمين. يعني من ديك 285 الف زائر زاروا 35 الف زائر اللي زار الجانح المغربي، هذه معلومه مؤكده. وقال لك المنظمين قال لك كانوا معجبين بزاف، المنظمين اللي كاين في باريس طبعا قال لك معجبين بالفضاء المغربي، المنتجات المتنوعه اللي كانوا حاطين، وقدروا الشركات المغربيه يديروا شراكات عديده غير من هذا المعرض، شراكات عديده مع دول عديده باش الغرض نصدروا المنتج المغربي. اخواني اخواتي هذا الشيء اللي كاين، كنتمنى ان هذا التحليل ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه اللي مازال مشتركش، وشي لايك ما خسرتي والو باش نستمروا في نشر المزيد. والى فيديو قادم ان شاء الله.